الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم عليه ويا هلا وغلا وكل عام وانتم بخير وشهر مبارك على الجميع. مسيك بالخير يا عم. مسيك بالنور. تعرف عليك. معك ابراهيم العواجي. ونعم. ما عليك زوج. شوف معك ما شاء الله عليها الشبل. مسيك نعم. بالخير. هذا ولدي حمود. كيف حالك؟ طيب. شو اسمك؟ ماشي. تمشي كل يوم؟ ولا بس هالحين؟ صايم اليوم؟ ما شاء الله عليك. مسيك بالخير. ما ادري على المشي والرياضة وخاصة في رمضان. والله الرياضة شيء جميل صراحة. نعم. وأنا صراحة أشوف الأعداد هذه ثقافة الرياضة أي. بدأت تنتشر بشكل كبير في تبوك كل المناطق، لكن ما شاء الله تبارك الله المزروع الآن أشوف مو اليوم مثل السنوات يعني ما شاء الله تبارك الله نعم، الممشى مكتظ بمجموعة ما شاء الله. كثير ما شاء الله. التزيين مع ما شاء الله التجهيزات نحمد الله ونشكره على كل حال. ما ادري بالنسبه للبعض يقول انه المشي قبل الفطور ما هو كويس. والله شوف طبيا انا ما افتيك صراحه. إيه. لكن انا بالنسبه لي انا كمجرب مفيد صراحه، المشي قبل الفطور مفيد جدا. نعم مفيد، كل شيء يضبط السكر والضغط وحتى الهضم. الفطور بتيجي بتفطر تهضم ان شاء الله وانت مرتاح. بالنسبه للاشخاص اللي يعانوا من عنده مثلا لا سمح الله السكري الله يشفيه، والله هذه ما افتيك فيها، ما عندي فيها علم. هذه يسال فيها اخصائي، يعني انا اخصائي مستشار. نعم. ولكنه يعني انه لابد يحاسب نعم لازم اكيد حتى لا ينخفض عنده السكر. نعم بالضبط. قبل المشي. ما ادري عن وجباتك في رمضان. والله وجبات خفيفه ان شاء الله. عاده وجباتي خفيفه، من سمبوسه الى تمر مويه شرطه، يعني نكتب. والفول هذه وجبة الفطور. والفول ملك السفرة. ما يحتاج الفول ضروري. الفول ملك السفرة لازم. لقمتين ثلاث منه لازم. نعم. وفي السحور؟ السحور والله خفايف عادة. إذا بقى من الفطور شيء أو أي ساندويش كذا على السريع وخلاص. يعني الساعة كم يكون السحور حقك؟ والله عادة أنا السحور الساعة 12 بالليل، قبل الفجر أكل لي تمرتين وخلاص. بس. نعم. وما تجوع بعدين، ما فيها جوع؟ لا الحمد لله. نعم. أسأل كمان سؤال، يعني بالنسبة لنوعية الغذاء في رمضان تختلف عن نوعية الغذاء في الأشهر الأخرى؟ والله ولا هو أكيد أنها تختلف. أنا أشوف أنها تختلف، لكن في ناس تقدر تحافظ على نوعية غذائها سواء في رمضان أو غير رمضان، لكنها أحيانا تجبر أنها تغير غذائها لمناسبات وعزايم، وفلان افطر عندي وفلان افطر عندي، فيتلخبط عند النظام الغذائي. طيب اللي تفضل. في يعني هناك عادة ممكن هي مستحبة وغير مستحبة، اللي هي العزايم للافطار، انك تجي تفطر عندي اليوم عند فلان وبكره عند فلان. ولكن هذا شيء طيب وزين. لكن المشكلة في انه يكون في الفطور ودسم اخوة التبذير، ذبيحة احيان. نعم ذبايح من سفرة ممدودة ما تاكل منها غير لقمتين. ليش يا اخي؟ شيء ما يرضي الله ولا. انت تفطر وتتعشى وتروح تصلي، ولا فطور وصلاة وبعدين العشاء؟ لا اكل لي تمرتين واروح افطر وارجع اكل لي شوي وخلاص. بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. يعني قبل الصلاة ما في اكل؟ لا قبل الصلاة تكبسها مشكلة. يعني هو الافضل. نعم. شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية. شكرا لك.